المسكين كان يبغى يتمرجح بس ما كان يبغى اي شيء ثاني. من وجهه تعرف انه كان بريء الصح. واغتالوه في مطار ماليزيا قدام الملايين في 2017 لانه بالنسبة لكيم جونغ اون هذه خيانة عظمى. كيف تخرج من البلد عشان تتمرجح؟ كوريا الشمالية فيها نظام العقاب الجماعي، عشان كذا ما في ناس كثير يشردوا من البلد. العقاب الجماعي معناه انه اذا اي احد من افراد العائلة سوى شيء غلط، كل العائلة وسلالتك اجدادك كل الشعب بيتحاسبوا لين جد جدك لو عايش. معناتها لو جد جدك سرق سجق من بقالة ومسكوه، هيلنا انت بتولد في السجن بعد 20 سنة. السلالة كلها تتحاسب. لو اخوك شرد من البلد كلكم بتمسكوا وتتعذبوا. عشان كذا الواحد هناك يخاف يشرد عشان لا يورط اهله. وكيم قدر يسيطر على الشعب بالطريقة دي. المهم كيم جونغ اون انسان متعلم فاهم كيف. درس في سويسرا لما كان مراهق، درس في مدرسة اسمها اللي بفتستن الهلسي. ذا اسم المدرسة من جد، اللي في بدلستن الهلسي. وما حد كان عارف انه ولد رئيس كوريا الشمالية. كل شيء كان من تحت لتحت. كان يدرس تحت اسم ثاني، مزورين كل هوياته، ما حد كان عارف مين هو. وكان مسمي نفسه بق اون. كنت تحسبوني اتكلم من فراغ لما سميه كيم جونغ بق. هو كان مسمي نفسه بق اون. واحد من خويانه في المدرسة طلع يمدحه في الجرايد وقال انه كان فلاوي ويضحكنا ويعرف يلعب كرة سلة. وانا بصراحة والله اصفق لخويه. خويه is a real nigga. رجال كان يقدر يطلع ويقول كيم جونغ اون كان كلبه وسرق مني فطوري وكان يضربني، وكان بيكسب تعاطف من كل الناس وينشهر اوه ماي جاد كيم جونغ اون ضربه وهو صغير. بس قال الحقيقة، قال كيم جونغ بق كان فلاوي فاهم كيف. ولد حارتنا ماي نيجا زبط جده. لو انا صرت دكتاتور في يوم من الايام ابغى عيال حارتي يمدحوني زي كذا بالضبط، لا حد يقلب علي عشان فلوس. وفي يوم من الايام كيم جونغ اون كان جالس في الصف وتعرف على واحد اسمه خواو مايكلو، ومع الايام صاروا اصحاب وقريبين من بعض. وكيم بدا يثق فيه. فجأة قال له السر اللي كان يخبيه. كيم قال لخويه انه هو ولد رئيس كوريا الشمالية وفي المستقبل بيصير الرئيس. وخويه طالع فيه وضحك عليه. رئيس كوريا الشمالية واسمك بق. طقطق عليه وما صدقوا. وكيم بعدها ما قال السر ذا لأي أحد. والله كان في واحد في الابتدائية كان يقول لنا انه قريب ملك بلجيكا. صدقناه في البداية بس بعدين شفنا صور ملك بلجيكا ووجه خوينا. خوينا خال فاهم كيف انت قريب ملك بلجيكا وانت بدينا نضحك عليك. بس تخيل كلامه كان جد. تخيل انه كان قريب ملك بلجيكا ودحين صار امير في بلجيكا وساكن في قلعة وقاعد يضحك على عبد العزيز. لو اسمك كان مزور وانت صرت امير في بلجيكا من جد، تذكر لما اشتريت لك يغمش في الصرفة؟ انا كنت صديقك الحقيقي وقت الازمات ودائما بكون صديقك للابد. ما تهم